نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه تاع مشوك. نسحقوا في هذه الوصفه 3 حبات بيض، كاس صغير ربع تاع سكر، 250 غرام تاع دهن، ونسحقوا رشه ملح، وحده خميره كيميائيه لا ليفور شيميك، ونسحقوا لاغوم تاع لافاني ولا لافاني كل واحد باش موالف يخدم، ولاغوم تاع اللوز الحلو، ونسحقوا كونتيتي تاع كوكاو تكون مطحونه شويه خشينه. نبدو بالوصفه تاعنا. نسيبارو البياض على الصفار، حنا غادي نخدمو بالصفار والبياض نخلوه من بعد نسحقوه. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل. نزيدو له كاس غير ربع تاع السكر، ونزيدو له 250 غرام تاع الدهن، ولاغوم تاع لافاني ولا لافاني كل واحد كي يبغي، لافاني يدير لاغوم ولا يدير البودر ولا يدير هذيك تاع ليساج، ورشه تاع الملح. ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا. الدهن تاعنا خصها يكون بدرجة حرارة الغرفة باش ما يغبناش في الخدمة تاعه. نخدمو هذاك الميلانج تاعنا اللي درناه بالباتير ولا باليد كل واحد وحر، ونبدو نزيدو عليه الفرينة تدريجيا، ونزيدو هذاك الساشي تاع خميرة كيميائية لا ليفور شيميك. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا. هادي لاباط تاعنا من موري نلموها نخلوها طريه كيما لاباط تاع الصابلي. نولو لهداك البيض البيض اللي خليناه الاول نديرو له الاغوم تاع اللوز الحلو ماشي المر، ونخلطوه بيان. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام. نجيبو لاباط تاعنا ونخدمو دي بول، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار. انا بويسكو هاد الكاطو درته غير للدار باش نشربو بيه قهوه، ما وزنتهمش في الميزان، بصح اللي يخدموا به لي كوموند ولا يبغوا يديروا فيه عيد ولا فيه عرس ولا سي ميو لو كان يوزنوا باش يجوا كاع الحبات على بعضهم. نديرو كويرات قلنا ما هما كبار ما هما صغار باسكو ديجا غادي نرمدوه في الكوكاو، وغادي كي يدخل للفور غادي يزيد ينتفخ. نرمدوهم في بياض البيض ونزيدو نرمدوهم في الكوكاو ونديروهم في الكيسات وندخلوه يطيب. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك. من مول يخرج الكاطو تاعنا من الفوغ نديرو الحسل يكون بارد، ونزيدو عليه مغرف ما زهر، نخلطوه مليح ونكبو فوق كل حبه. هذه قاعده دائما خاصكم ديروها كي يكون الكاطو حامي، الحسل ولا الشربات اللي تخدموا بها تكون بارده، والكونترير من يكون الكاطو بارد ندفو الحسل. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا رب. وصلنا نهاية الفيديو. اللي عجبته الوصفة تاع اليوم بيان سور يخلي لي جيم، ولا باي جديد يشوف مزيد من الفيديوهات وروتينات وبزاف صوالح شابين يابوني لاباج. وحليت معكم حبة باش تشوفوا شحال بنينة ومعسلة وطرية.